اللي مازال معنا ما ينساش واحد اللايك والتعليقات اللي فيها ارائكم وتشجيعاتكم وشكاحكم على اعلام الكبرانات. الموضوع الثاني هو تصريحات من وزاره الخارجيه الامريكيه، تصريحات خاصه الموقع اطلس انسايت، اللي قالت فيه بان الولايات المتحده كترحب بالاهتمام المتزايد اللي كتعبر عليه شركات امريكيه لاستكشاف الفرص التجاريه في مختلف انحاء المغرب بما في ذلك منطقه الصحراء الغربيه. وايضا قال مسؤول امريكي في تصريحاته لنفس المصدر للوزير روبيو وزير الخارجيه الامريكي، شدد على متانه الشراكه بين الولايات المتحده والمغرب وعلى اهميه التعاون الثنائي لتوسيع المبادلات التجاريه بما يعود بالنفع على الشعبين. واضاف غادي نواصلوا كل ما في وسعنا باش نسهلوا هذا الانخراط التجاري الحيوي بما في ذلك في الصحراء الغربيه. ولكن المسؤول رفض يعلق على ما اذا كانت واشنطن قد رفعت رسميا القيود اللي فرضتها اداره بايدن سابقا على استثمارات في المنطقه، ووضح بان الوزاره لا تعلق على مداولات السياسه الداخليه. اذا عندنا اليوم مصدر من وزاره الخارجيه الامريكيه مره اخرى تاكد بان الولايات المتحده الامريكيه كتعترف بمغربيه الصحراء، لانه ملي كيتكلم هذا المصدر وهذا المسؤول على ان امريكا كترحب بالاستثمارات او لا كتشجع الشركات الامريكيه والمستثمرين الامريكان انهم يجيو للمغرب يستثمروا بما في ذلك الصحراء الغربيه المغربيه، هذا تاكيد اخر على استمرار الاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء وعلى عدم حصول اي تغيير او تعديل على الموقف الامريكي الداعم لمغربيه الصحراء. وبالتالي هذا عنوان عريض ديال الفشل، فشل لكل المحاولات الجزائريه. الجزائر من قبل ما يوصل ما يرجع ترامب للبيت الابيض وهي بدات حمله من العهد ديال بايدن، وهي خدامه على حمله كتحاول من خلالها ان تدفع امريكا بعيدا على فكره تطوير وترجمه الاعتراف ديالها بمغربيه الصحراء على ارض الواقع من خلال تحركات دبلوماسيه اقتصاديه او ثقافيه، لدرجه انهم مؤخرا عدلوا من القانون ديال الاستثمار ديالهم، حلوا ابوابهم بما لا يتماشى مع مبادئ صحيح يعفى عنها الزمن ولكن كتبقى مبادئ اقتصاديه عبيطه تؤمن بها الجزائر، تخلاو على جزء كبير منها لسواد عيون الشركات الامريكيه في مجال الطاقه باش تدخل عندهم وتستثمر عندهم. ومشاو وقعوا بروتوكولات ديال التفاهم في طريقهم توقيع اتفاقيات مع شركات امريكيه في مجال الطاقه عندها علاقات مع اسرائيل ومخالطه اسرائيل فيها بشكل قوي، او على الاقل كاين مساهمين اسرائيليين في الشركات متعدده الجنسيات الامريكيه في مجال الطاقه. الحضور الاسرائيلي ما منعش الجزائر انها توقع معهم اتفاقيات، وهذا الشيء كله غير باش يقنعوا امريكا ما تمشيش بعيد في اعترافها بمغربيه الصحراء. ايضا ادخلوا تعديلات على السياسه الخارجيه ديالهم او المبادئ ديال سياستهم الخارجيه، تعديلات اللي غتاثر عليهم في علاقاتهم مع الروس، وهذا الشيء كيهدد توجهات استراتيجيه تبناتها الجزائر من العهد ديال بوخروبه. فقاموا بهذا الشيء كله باش الامريكان ما يمشيوش بعيد في اعترافهم بمغربيه الصحراء. ولكن مع ذلك كنشوفوا تصريحات بحال هذه اللي كتجي من بعد الرساله ديال ترامب جلاله الملك، كتجي من بعد التصريحات ديال روبيو وزير الخارجيه الامريكي، كتجي من بعد التصريحات وحتى المواقف اللي عبر عليها مسعود بولس المستشار ديال الرئيس ترامب خلال زيارته للجزائر. هذه المواقف كلها كان فيها دعم صريح لمغربيه الصحراء ومبادره الحكم الذاتي. هذا يعني ان الجزائر فشلات، والفشل ديالها ماشي فقط انه ممكن البعض يفهم انه فشل صافي يحاولوا يقنعوك ده فشل مكلف، فشل تحطات فيه فلوس صحيحه، فشل تحطات فيه مواقف سياسيه ومتغيرات سياسيه اللي ممكن تدفع الجزائر الثمن ديالها اقتصاديا وسياسيا. يعني مجهود مكلف ذهب سدى بالنسبه للجزائر، وهي امريكا مره اخرى تعبر على انها مستمره في دعمها مغربيه الصحراء. وبالتالي فلنكن مطمئنين من جهه في اعتقادي على الاقل حدود اللحظه من جهه امريكا وما تقوم به الجزائر، لان الجزائر ما غاديش تنجح في انها تثني امريكا على استمرارها في الاعتراف بمغربيه الصحراء وترجمه الموقف ديالها على ارض الواقع. بالنسبه للتصريح ديال المسؤول الامريكي اللي رفض يعلق على السؤال ديال الصحيفه اللي قالت ليه واش رفعتوا القيود اللي قامت بها الاداره ديال بايدن على الاستثمار في الصحراء المغربيه، انا بالنسبه لي هو رفض منطقي، لانه اذا مشى قال رفعنا القيود او لا، هنا غيكون اقر بوجود هذه القيود من قبل الاداره ديال بايدن، وهنا سوف يقر بان الاداره الامريكيه كان عندها تعهدات مع المغرب من خلال الاتفاق الثلاثي وما التزمتش بها، وهذا يضر بصوره امريكا وغيعطي مؤشر لاي طرف اخر حتى المغرب بانه فعلا امريكا واحد الدوله اللي ما كتحترم التعهدات ديالها، وبالتالي ما غيشجعش اطراف اخرى لانها تمشي معها في اتفاقيات او معاهدات او تفاهمات معينه. لذلك سواء فعلا كانت هذه القيود او لا ما كانتش،
الواقع تيقول لنا اليوم، اذا كان من قبل كانت ولا ما كانتش، الواقع تيقول لنا اليوم انها ما عندهاش وجود على ارض الواقع، ما عندهاش وجود على ارض الواقع، بدليل انه كاين ضوء اخضر للاستثمارات الامريكيه باش تجي الصحراء المغربيه. هذا هو الاهم بالنسبه لي. فالموقف الامريكي ثابت لحدود اللحظه، وفشلت كل الخطوات والجهود الجزائريه. نقطه اخرى في نفس الموضوع ديال العلاقات المغربيه الامريكيه، كاين وفد امريكي دبلوماسي وعسكري تيزور الصحراء المغربيه، ومشى يجتمع مع مسؤولين من بعثه المينورسو. انا في اعتقادي هذه الزياره غتكون لصالح المغرب، وكنظن هي جزء من النقاش المغربي الامريكي ربما حتى الفرنسي بخصوص الاجتماع القادم ديال مجلس الامن. كيف ما كنعرفوا كاين مجموعه من الخروقات قامت بهم ميليشيات البوليساريو مؤخرا، وعلى راسها اطلاقهم مقذوفات في مناطق قريبه من بعثه المينورسو، ايضا اطلاق مقذوفات من خلال عمليات ارهابيه قاموا بها ضد مدنيين، وخلقهم الاتفاق في اطلاق النار بشكل عام. هذه الخروقات كلها هي لصالح المغرب، صالح المغرب من جهه انها كتورطهم مع المجتمع الدولي، كتورطهم مع القانون الدولي، كتجعلهم يدخلوا في صدام مع القرارات ديال مجلس الامن التي تدعو للحوار، تدعو للابتعاد على لغه السلاح واحترام اتفاق وقف اطلاق النار. هادشي كيورطهم، وبالتالي غيزيد يخلي القرار القادم ديال مجلس الامن يكون لصالحنا. وايضا هي نقاط لصالحنا منحتها لنا الجزائر والبوليساريو من اجل العمل على تصنيف البوليساريو جماعه ارهابيه، واقناع حلفائنا واصدقائنا على رسوم الولايات المتحده الامريكيه بتصنيف البوليساريو جماعه ارهابيه، او على الاقل الضغط عليها هي والجزائر لتقديم تنازلات، والا غيكون هناك تهديد ديال تصنيفها كجماعه ارهابيه، والجزائر دوله راعيه للارهاب حاضر على الطابله دائما. لذلك اعتقد بان هذه الزياره مع المينورسو غتخلي الوفد الامريكي يكتشف بان المينورسو كتسجل كل هذه الخروقات، وكتسجل حتى التعاون ديال المغرب، التعاون المثمر ديال بلادنا. فهذه الزياره هذه في اعتقادي غيكون احد اهم اسبابها هو انه غيتم اطلاع الوفد الامريكي على كل الخروقات ديال الجزائر. هذا الشيء غادي يعاون المغرب في اقناع الاعضاء ديال الكونغرس في البوليساريو جماعه ارهابيه، وايضا غادي يورطهم مع المنتظم الدولي. هذه قراءتي للزياره، كنظن غادي تكون لصالحنا 100%. هذا ما كان الاخوان في هذا الموضوع. هذا نعلقوا على موضوع اخر سريع جدا، ما غاديش نعلق، فقط بغيت نطرح معكم سؤال. الخبر كنت يقول لي لا، القوات المساعده المغربيه تنقذ شبانا جزائريين حاولوا دخول التراب المغربي سباحه عبر شاطئ السعيديه. تفاصيل: تدخلت عناصر القوات المساعده المغربيه مساء امس الاثنين لانقاذ 4 شبان جزائريين حاولوا دخول التراب المغربي سباحه عبر الشريط الحدودي البحري على مستوى مدينه السعيديه، في واقعه عادت الى الاذهان حادثه مأساويه وقعت قبل اسابيع، حين لقي اللاعب السابق لنادي الامل الرياضي العروي اسامه همهام مصرعه برصاص البحريه الجزائريه في ظروف مشابهه. وحسب مصادر ميدانيه فقد رصدت القوات المغربيه المتسللين الجزائريين بواسطه المنظار الحراري قبل ان تتدخل بشكل سريع لانقاذهم من الغرق وتقديم الاسعافات الضروريه لهم، ثم ومن بعد تم اقتيادهم وفق الاجراءات القانونيه المعتاده. انا بغيت نطرح غير هنا سؤال. تخيلوا معايا نقلبوا هاد الشبان كانوا مغاربه، والقوات المساعده كانت تكون الجيش او الدرك الجزائري او خفر السواحل الجزائري، واش كانت غتكون نفس المعامله؟ انا هذا السؤال بغيت نطرحه، بغيتكم تجاوبوني عليه في التعليقات. الى قلبنا حيدنا المغرب حطينا بلاصه الجزائر، وحطينا الجزائر حطينا بلاصتها المغرب، هذه الواقعه هذه، واش هاد الشبان هادو اللي تم انقاذهم وتقديم المساعده لهم ويتم التعامل معهم بشكل قانوني زعما روتيني، كيف ما ممكن يتم التعامل مع اي ناس وحده اخرى جزائريين او لا غير جزائريين حاولوا يدخلوا المياه الاقليميه والتراب المغربي بشكل غير قانوني، فكون كانت الجزائر بلاصتنا شنو كانت غدير مع داك الشبان؟ واش كانوا غيكونوا احياء حدود اللحظه، ولا كانوا غيكونوا في عداد الموتى برصاص حي من قبل الجيش الجزائري كما سبق وحصل؟ بغيتكم تجاوبوني. ونقطه اخيره تعليق باش ما يسحبليش البعض، انا كنت كنتمنى انه يتصابوا بالسوء، ولا انا بالعكس فخور بما قامت به القوات المساعده والامن المغربي، فخور بالنضج، بالانسانيه، بالاخلاق اللي كتحلى بها الدوله المغربيه ومؤسساتها بتعليمات ساميه من جلاله الملك. وانا اكيد ما نكونش
كنشجع على انه لا اطلاق الرصاص عليهم قتلهم. انا ماشي مع هذه الفكره، ما عنديش هذا الفكر الراديكالي تجاه النظام الجزائري، خصوصا ضد تجاه مدنيين. لكن السؤال مطروح، كون كانوا هاد الشبان مغاربه واللي تعاون معاهم الامن او الضابط الجزائري، كيفاش كانت غتكون النتيجه ديال واقعه بحال هذه؟ كتبوا لي في التعليقات. اذا الاخوان، نلتقي في فيديو قادم. وبالمناسبه قبل ما نختم اسمحوا لي، هذا التصرف ديال الامن المغربي مع الشبان الجزائريين بالنسبه لي انا هو ترجمه حقيقيه لليد الممدوده ديال جلاله الملك ديال المغرب. اذا كان اي جزائري او من غير جزائري تيقول لك اليد الممدوده فينا هي، وانه ما كاينش معامله بالمثل احداث بحال هذه. هذا ما كان. اذا الاخوان، نتلاقاو في فيديو قادم مباشر. ما تنساوش اللايك، التعليقات في ارائكم وتجهيزاتكم. ما تنساوش تجاوبوني على السؤال اللي طرحناه الان، ونلتقي في فرصه قادمه. سلام الله عليكم.